السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عمرو مسعود من منتديات ملوك العرب. النهاردة جالنا طلب صغير جدا وهو كيفية إنشاء بانر إعلاني بالكتابة. طبعا خطوات سهلة ومش هتاخد مننا وقت إن شاء الله، وهنعرفها لحضراتكم دلوقتي. في البداية طبعا بنخش على أدوبي فوتوشوب. دلوقتي أنا على أدوبي فوتوشوب بختار ملف اللي أنا عايزه، ملف من كلمة فتح. بروح المكان اللي أنا عايزه على الجهاز بتاعي واختار الصورة اللي أنا عايز أكتب عليها أو أشتغل عليها. أنا اخترت الصورة دي. طبعا بعد ما بنختار الصورة اللي هنشتغل عليها لازم نفتح عمل جديد. عندنا عمل جديد بنفتح ملف وجديد او اختصار كنترول ان، فنضغط كنترول ان او نتك الملف على جديد. ان شاء الله هنا في الاعداد المسبق الحافظة، بدل الحافظة نختار تخصيص وبنسمي العنوان بتاعنا مثلا آه بانر اعلاني او اي حاجة انت عايز تسميها. عندنا المقاسات لازم تكون بالبكسل وبكسل بوصة. انا هختار المسار مسار العمل بتاعي 400 والارتفاع 400. طبعا لو لاحظنا في حجم الصورة هو بيغيرها حسب المناسب. طبعا الصورة بتاعتي هتكون بيضة. تمام، بضغط موافق. ده العمل الجديد بتاعي اللي انا سميته بانر اعلاني وعايز اشتغل عليه. باجي للصورة اللي انا كنت مختارها من الجهاز بتاعي. تمام، بختار من ادوات البولز او الادوات مساعدة اداة التقطير او اختصار حرف السي، وببدأ احدد المكان اللي انا عايزه بالظبط في الخلفية. في حاجات طبعا كل واحد يا جماعة هو وذوقه في الحاجات دي. بضغط دبل كليك او انتر، بروح اختار اداة التحريك او حرف الفي واسحب الصورة بتاعت اللي انا قصيتها على العمل الجديد بتاعي. طبعا الصورة زي ما احنا شايفين كبيرة قوي، فبنعمل هنا نضغط هنا على اظهار مربع الاحاطة. نضغط على اظهار مربع الاحاطة علشان يوضح لي مقاسات الصورة كويس، او كنترول ان الاتنين واحد، وابدأ انا عايزها مثلا كده، دبل كليك او انتر واشيل مربع الاحاطة. طبعا خلاص بقى، خلاص الصورة ديت فبقفلها خالص. كده احنا عملنا اول خطوة في الشغل بتاعنا ان شاء الله. هاجي دلوقتي وانا عايز اكتب عليها اعمل ايه؟ طبعا بختار اداة الكتابة واللون اللي انا عايزه، مثلا الاسمر. نضغط هنا، مثلا هنعمل بانر اعلاني دعائي اسلامي، مثلا هنكتب سبحان الله وأداة التحريك، وما ننساش إظهار مربع الإحاطة أو كنترول تي، ونختار الحجم اللي أنا عايزه. دبل كليك. في هنا في اللون حامل الألوان وأنماط، بختار أنماط، بختار نمط الكتابة اللي أنا عايزه. طبعا بيتغير معانا هنا اهوت. تمام، أنا هختار مثلا آه اللون ده. تمام. ملحوظة مهمة جدا، بعد ما بكتب الكتابة بتاعتي لازم أروح على الطبقات وبضغط على جنب الكتاب على طول في الرمز بتاع عين، بضغط عليه. بلاحظ ان الكتابة بتاعتي اتشالت، لو ضغطت عليه تاني بلاقي الكتابة بتاعتي رجعت. فانا بضغط عليه علشان الكتابة بتاعتي تتشال وبكتب تاني الكلمة اللي انا عايزها تظهر على طول بعد سبحان الله مثلا، والحمد لله مثلا، وأداة التحريك وزي مربع الإحاطة زي ما احنا، وبظبط حجم الكلمة والستايل بتاع الكلمة مثلا كده. طبعا بنيجي هنا على الطبقات وبنشيل الرمز بتاع العين، نلاحظ حرف الواو اتشال. نكتب مثلا الحمد لله. طبعا التحريك، الخطوات بتاعتنا ثابتة، بس المشكلة احنا بس هنتعلم الكيفية بتاعتنا، كيفية صنع البنر. ونشيل الرمز سبحان الله والحمد لله، وهكتب ولا إله إلا الله، آسف، إلا الله، والله أكبر.
طبعا يا جماعة، ده يعني ايه ستايل سريع كده، فبنتعلم مع بعض. لو انا عايز احط بعد الصورة ديت حاجة تانية، يعني مثلا احط بعديها بعد الكتابة تطلع صورة خلفية تانية، طبعا بجيب صورة واحطها هنا بعديهم، نفس الكلام. هنعلمها لكم في درس تاني ان شاء الله. دلوقتي بعد ما خلصنا الحاجات بتاعتنا كلها، آه بنذهب بنضغط على العلامة ديت، علامة الايميج ريدي، او الاختصار بتاعها شيفت كنترول ام من الكيبورد. تمام، فانا بضغط على ايميج ريدي. دي بقى كده احنا خلصنا خصائص الصورة، ونروح بقى نعمل بداية الحركة. كده احنا في الايميج ريدي. تمام. يا جماعة، أهم حاجة عندنا المستطيل ده اللي هو اسمه مشاهدة الحركة. لو حد ما عندوش مشاهدة الحركة زي كده، أعمل إيه؟ بروح على نافذة، بختار مشاهدة الحركة، بيظهر لي مشاهدة الحركة. طبعا كده أنا هبدأ الشغل بتاعي. في البداية بضيف لاير جديد، ضفت الإطار الحالي. تمام. بروح هنا على الطبقات، وببدأ بقى أظهر الكتابة بتاعتي واحدة واحدة، سبحان الله. وبضيف لير تاني أو إطار جديد تاني، وانزل واشيل. سبحان الله. واحط الكلمة اللي انا عايزة تظهر بعديها اللي هي حرف الواو. برضو لير جديد، انزل اشيل حرف الواو، احط على الحمد لله. لير جديد، اشيل الحمد لله، احط ولا اله الا الله، واضيف لير جديد او اطار جديد، واروح اشيل ولا اله الا الله، واحط والله اكبر. آه الخطوات بتاعنا زي ما احنا قلنا ثابته كده. احنا يعتبر خلصنا الصورة بتاعتنا. تمام. يعني لو رجعنا عند حرف رقم واحد، وبنضغط بدء او تشغيل، بنلاحظ الكتابة بتاعتنا، البانر بتاعنا بقى جاهز. بس المشكلة في السرعة. فالسرعة دي بتتعالج ازاي؟ سهلة جدا، وهنتعلمها مع بعض. في السهم دوت هنتك عليه مع بعض، نضغط تحديد كل الاطارات. حددت لي كل الاطارات اللي عندي. تمام. بلاحظ هنا في آه سهم صغير. تمام، بضغط عليه واختار الوقت بتاعي اللي انا عايزه. مثلا انا عايزه 5 من 10 ثانية. دي الشغل بتاعي يا جماعة، ببقى عايزه قد ايه. طيب، نبدأ كده تاني. لاحظنا اتكتبت. تمام. طيب دلوقتي بقى انا عايز احفظ العمل بتاعي. بحفظه بطريقة سهلة جدا. بروح على كلمة ملف، واعمل حفظ المحسن. تمام. بختار المكان اللي انا عايزه، واسميه مثلا بانر اعلان اسلام. انا هفصل الديسكتوب، وطبعا بنختار اللي هي الصور فقط، اللي هي الجي اف او البي ان جي، اللي هي بانج او الجي اي اف. تمام. طبعا الجي اي اف اهيت، وبنضغط سيف، يظهر لي عادي كموافق. تمام. ننزل بقى نشوف البانر بتاعنا بقى عامل ازاي. بسم الله. لاحظنا البانر اتعمل بسهولة جدا. وشكرا لحسن متابعتكم. تابعونا ان شاء الله على المنتدينا، وتحت واي طلبات ان شاء الله هتكون معاكم خلال 48 ساعة. كان معاكم عمرو مسعود من منتدى ملوك العرب. شكرا لك. السلام عليكم.